مساء الفل على احلى متابعين. النهارده حلقه لكل عشاق السمك. هنعمل السمك الفيليه بطريقه سهله وسريعه، والطعم مفيش احلى من كده. وهنشوف في الفيديو ازاي يبقى مقرمش معانا من بره وطري من جوه. حبايبي اللي بيتابعوني، ما تنسوش لايك وشير لاصحابكم، واللي اول مره يشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدأ وصفتنا كده على طول. انا معايا نص كيلو من قشر بياض الفيليه، او تقدروا تستخدموا اي نوع سمك بتفضلوه. هنبدأ اول حاجة ان احنا نتبله، طبعا غسلينه كويس. هحط ملح عليه بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليه بعصرة ليمونة كبيرة كده، وشوية كزبرة ناشفة، او ممكن تستخدموا كزبرة خضراء، المتوفر عندك حطيه. الاتنين بيدوا ريحة حلوة جدا للسمك. وطبعا اهم حاجة الكمون، هحط معلقة من كل حاجة. واخر حاجة هنزل بيها فلفل اسود. بعد كده هبدأ بقى بايدي هدعك كده السمك كويس جدا في التوابل والليمون بالشكل ده من ناحيتين. طبعا تتبيلة سريعة كده وما بتاخدش وقت خالص، وحاجات كلها يعني بسيطة، بس بتدي ريحة حلوة جدا للسمك. هدعكهم كويس وهسيبهم كده فترة كافية بحيث ياخدوا من طعم التوابل، ويبقى ريحة السمك حلوة. هركنهم كده على جنب، وبعد كده ابدأ ان انا اجهز للكفر اللي هنستعمله. هبدأ كده في بولة احط كوباية من الدقيق، وعليهم نص كوباية من النشا، والنشا بيخلي لي السمك مقرمش، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، او يعني ربع معلقة، بلاش معلقة كبيرة. وهحط معلقة ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، وفلفل اسود. احنا حاطين فلفل اسود بس هنحط هنا كمية قليلة تاني برضو، وكمون. هبدأ اخلط كل الحاجات دي كده مع بعض. بعد ما قلبتهم كويس بالشكل ده، هبدأ اخد جزء من الكمية دي على كوباية من الفيجيتار في طبق تاني. دي كوباية من الفيجيتار هحط عليها جزء من الخلطة اللي احنا عملناه، وهديهم تقليبة كده مع بعض. وهاجي للجزء اللي في البولة وهبدأ احط عليه شوية خل، ده هيبقى الجزء السائل اللي معانا. هبدأ احط عليه شوية مية مش كتار، هبدأ انزل حبة بحبة كده لحد ما اخلي قوام يبقى عامل كده زي العجينة، مش زي الكيك كده، ما يبقاش خفيف قوي ولا تقيل قوي عشان يثبت على السمك. بنزل كده بالمية شوية شوية واقلب. طبعا تقدروا تضاعفوا المقادير حسب كمية السمك لو كمية اكبر من كده. هبدأ اقطع بعد كده للسمك لثلاث اجزاء، او زي ما انتوا حابين، حابين قطع صغيرة او قطع كبيرة زي ما بتفضلوا السمك طبعا. بعد كده هبدأ اخد السمك وهنزل بيه في الخليط السائل، وبعد كده هنزل بيه في الدقيق بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هحط السمك كده، شايفين الخليط ثبت على السمك لان هو قوامه مظبوط. وبعد كده هنزل بيه في الدقيق تاني، بديله كده خبطتين عشان ياخد معايا التأثيرات دي. وبعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. بعد ما بحطه كده في الخليط السائل بس يعني بسيبه ينزل اي حاجة زيادة بالشكل ده، وبعدين بنزل بيه في الدقيق تاني.
ممكن تسيبوه شوية عشان بس يتشمع كده في التلاجة قبل ما تقلوه. في طاسة على النار فيها زيت يكون سخن، هبدأ انزل فيها قطع السمك. بس اهم حاجة لما ابدأ انزل السمك انا بهدي النار يعني خليها متوسطة مش عالية قوي عشان يستوي برضو معايا من جوه. اول ما بياخد لون ذهبي كده حلو ببدأ اقلب على الناحية التانية على طول. بعد كده ببدأ ان انا اخرجه على مناديل. اول ما احس ان هو اخد لون كويس من الناحيتين بالشكل ده كده بيبقى استوى ومقرمش طبعا جدا من بره. هعمل باقي الكمية بنفس الطريقة كده. هنزل بالقطعة التانية برضو. كده خلصت كل الكمية اللي معايا. اخد لون حلو جدا وطعمه وريحته جامدة جدا وسهل وما بخدش معانا اي وقت. اسهل حاجة ممكن تعمليها سريعة كده لاولادك خصوصا للي ما بيحبوش الشوك او ما بيحبوش يعني انواع السمك التانية. السمك الفيليه بيكون وصفة سهلة جدا ليهم وحلوة. تقدري تقدميه مع رز صيادية او رز ابيض او اي من نوع سلطات انت بتفضليه حسب ذوقك وحسب ما تحبوا. دي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش لايك. استنوني في وصفة جديدة من اطباق ووصفات مع دودو. باي باي.